من التجارب المميزة في الفترة الأخيرة فيلم صندوق الدنيا. الفيلم قامت شركة كامت فيلم بإنتاجه سنة 2020 وحقق في شباك التذاكر 1,050,979 جنيه. كتب السيناريو والحوار أسامة حبشي بالاشتراك مع عماد البهات مخرج الفيلم. الفيلم بتدور أحداثه في إطار درامي في منطقة وسط البلد، وده لأن سيناريو فيلم صندوق الدنيا متقسم لقصص منفصلة وكل قصة ليها أبطالها. بنشوف مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة وسرديتها الخاصة، ولكن بيجمع بينهم وحدة الزمان والمكان. الأبطال كلهم بيتجمعوا في وسط البلد والأحداث بتدور في ليلة واحدة، وبيفصل بين كل قصة والتانية فاصل صغير عبارة عن فقرة لساحر واقف في الشارع ومجمع الناس حواليه وبيقدم عروضه. وهنلاقي أبطال القصص كلهم بيتجمعوا في نهاية الفيلم عنده وبيشوفوا العرض بتاعه مع إنهم ما يعرفوش بعض، على الرغم من إنهم شاركوا في كل القصص بشكل أو بآخر. لما نتكلم عن السيناريو هنلاقيه من نوعية السيناريوهات المتشابكة اللي ليها أكتر من بداية وأكتر من نهاية، وده طبعا راجع لطبيعة تقسيم الفيلم لقصص منفصلة. عشان كده السيناريست لازم يكون حريص جدا وهو بيوزع مشاهده عشان مفيش شخصية تضغى على التانية، وده فعلا اللي نجح فيه أسامة حبشي السيناريست بالاشتراك مع مخرج العمل. وفعلا مش هنلاحظ أي شخصية واخدة أزيد من حجمها بغض النظر عن أسماء الممثلين في العمل. أما الشخصيات فالفيلم هنا بينتمي لنوعية الشخصيات المتعددة زي ما قلنا، لكن واضح من السيناريو إن السيناريست درس كل شخصية على حدة بكل أبعادها النفسية والمادية والثقافية، وده انعكس على كل ردود أفعال الشخصيات اللي تقريبا جات متناسبة مع طبيعتها. من ناحية بناء الفيلم، البداية، الذروة، والنهاية، طبعا اضطر السيناريست العمل أكتر من بداية وأكتر من مشهد رئيسي بحيث إنك تحس إن الفيلم عبارة عن 4 أفلام في وقت واحد. وهنا كان ضرورة وجود مشهد الساحر في نهاية كل قصة عشان يفصل بين نهاية القصة وبداية القصة الجديدة. على الرغم من كونها قصص متعددة لكن ما كانتش قصص منفصلة. السيناريست هنا اتبع أسلوب تسليم الأحداث والشخصيات بعضها البعض، ده طبعا بالإضافة لوحدة الزمن، يعني كل الأحداث في ليلة واحدة، ووحدة المكان لأن الأحداث كلها في منطقة وسط البلد. أما الأحداث الفرعية للفيلم فما كانتش أكتر من مجرد مشاهد براويز عشان يدعم بيها مشاهده الرئيسية. نيجي بقى للحوار. في الحقيقة الحوار في الفيلم كان هو المشكلة، لأنه كان أقل من مستوى الأحداث ومستوى الفكرة. بشكل عام الحوار كان شكل واحد وتون واحد وأسلوب واحد تقريبا، ودي تعتبر نقطة ضعف خصوصا لو حطينا في اعتبارنا إن الشخصيات كانت مدروسة بشكل جيد. عشان كده علاقة الحوار بالشخصيات ما كانتش مميزة، تقريبا كل الشخصيات كانت بتتكلم بأسلوب واحد ومصطلحات واحدة. أما حوارات الذروة، وعلى الرغم من وجود مشاهد ذروة كتير لكن الحوار استمر بنفس إيقاعه، وبتلاحظ ده في مشاهد الساحر اللي كانت بتفصل القصص واللي كانت لازم تتنقى أفضل من اللي اتقال. ده غير حوارات وجهات النظر اللي معظمها كانت مباشرة بتتكلم عن الدنيا وقسوتها وصعوبة لقمة العيش. لما نتكلم عن التحليل السينمائي، الديكور لسامح الخولي كان معظمه خارجي في شوارع وعمارات ومحلات وسط البلد، باستثناء ديكور سطوح منزل واحد من الشخصيات اللي كان فنان مغمور، وهنا استعمل مهندس الديكور الرسم على الحيطان بشكل فني وجمالي. أما الملابس والإكسسوارات لرفعت عبد الحكيم فكانت لحد كبير متناسبة مع البيئة والأحداث والشخصيات. طبعا آلات المونتاج اللي قام بها المونتير السوري سالم درباس كانت لازم تكون سريعة جدا، لأن عندك 4 قصص في ليلة واحدة ومكان واحد، وأي بطء في النقلات دي كان ممكن إنها تفقد الفيلم إيقاعه. نيجي بقى للتصوير. مدير التصوير عمرو فاروق اتعامل مع التكوين بحذر شديد، وده راجع لأن مواقع التصوير معظمها خارجي بمنطقة وسط البلد الزحمة، كمان صعوبة الحركة وتصوير وسط الإضاءات الكتيرة الموجودة بالشوارع والمحلات، وطبعا القطعات السريعة ساعدته جدا إن ما يظهرش أي عيوب سواء في التكوين أو الإضاءة. أما في التصوير الداخلي فالإضاءة كانت دايما خافتة وبلون واحد، وده بيدي إحساس بالضغوط النفسية اللي الشخصيات بتواجهها. كلامنا عن الصوت هيكون في شقين. الأول هو المزيكا. أمير جادو حط موسيقى ممتازة
ومناسبة لمعظم أحداث الفيلم، وإن كانت الموسيقى أحيانا كانت بتكون غريبة لحد كبير، يعني ما استخدمش أي آلات شرقية خالص. أما هندسة الصوت فزياد عزت ما قدرش يدمج الأصوات كلها بشكل متساوي، فخرجت أحيانا الموسيقى أعلى من الحوار، وأحيانا أخرى مؤثرات الشارع أعلى من الحوار. عماد البهات مخرج متميز جدا برغم قلة أعماله، لكنه في الفيلم ده عمل مجهود كبير. أولا في حركة الكاميرا، استخدم كل حركات الكاميرا تقريبا، من شاريو وكرين ودولي وغيرها. أما من ناحية أحجام اللقطات فبرضه شفنا معظم الأحجام من لقطات عامة لمتوسطة لقريبة. أما زوايا الكاميرا فمعظم شغله كان على اللقطات العالية، ده طبعا في المشاهد الخارجية اللي كان يهمه إنه يرسم ليها صورة كاملة. أما المشاهد الداخلية فشوفنا حركات التلت من تحت لفوق والعكس كتير جدا بالإضافة للزوايا العادية. وواضح زي ما قلنا إن إيقاع الفيلم كان سريع جدا، ونادرا لما تشوف لقطات طويلة، إنما اللقطات كانت قصيرة، وده لظروف الفيلم وقصته. آخر حاجة عندنا الممثلين، ودايما أفلام البطولات الجماعية ما تقدرش تجيب فيها نجوم شباك، خصوصا إذا كان الفيلم من أفلام الإنتاج المنخفض. باسم سمرة ممثل ممتاز، عمل دور الفلاح على الرغم من قصر مدة الدور بشكل جيد. أحمد كمال فنان كبير جدا، لكن عابه إنه حاول يضيف للدور بعض من اجتهاده، وما قدرش المخرج إنه يسيطر على الزيادة دي. عمرو القاضي في دور الريجيسير أداء عادي، أحيانا رتمه كان بيعلى وأحيانا بيقل. خالد الصاوي صاحب الموهبة الجبارة، وميزته إنه بيلتزم بالدور، لكن له أداء مميز بيدي للدور إضافة بتكون في محلها في الغالب. رانيا يوسف ممثلة جيدة، لكن الحقيقة إن دور البنت العانس مش مناسب ليها على الإطلاق. صلاح عبد الله واضح إنه قبل الدور لمجرد التواجد على الساحة. طبعا في ممثلين تانيين زي علاء مرسي الأخرس العبيط، وواضح إن اختيار المخرج ليه جه بسبب شكله وهيئته. أما علي صبحي الساحر فواضح قلة خبرته لما نشوف المبالغة في حركاته. ورابي ابن عمرو سعد اللي واضح إنه كان بيلتزم بتعليمات صريحة إنه ما يستخدمش أي تعبيرات خاصة بيه.